قال سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، ترك الله عملوا لهم أولياء يولون، دخل بتولاك الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، الله هو الولاك، هو بينصرك، هو بيعينك. عشان كذا يوسف عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ده يوسف عليه السلام دعا الله جل وعلا واثبنوا بتولاك الله سبحانه وتعالى. قال لك مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، تركوا الله سووا لهم أولياء، يخي فلان وعقي تفي فكي فلان ولي الفلاني وكذا. هذه المالون كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. هذا شوف الركن تاع البنيان في بعض المناطق تلقى فيه عنكبوت، بيت بتاع عنكبوت، بيت بتاع عنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت، أوهن على وزن أفعل للتفضيل، منتهى الوهن الضعف، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بيت العنكبوت تفيد منه شيء؟ كان جا برد ما بدفيك، وكان جا حر ما بغطيك، كان دار تقع من فوق مسكت فيه ثبتك تجي واقع ببنيتك. اخير قبل كان مفكوك انكسر اصبح، هسي بتكسيرنا الخمسه ماسك تكسير تورط. قال لك ده في النهايه ده بيت العنكبوت. ده الزول الماسك في غير الله سبحانه وتعالى. قول يا اخي نادي الحقونا وافزعونا، شيوخ ما عندهم اي شيء. زول ميت كان الدو ذاته مش يديه، كان الدو الشيخ لو اديته 5 جنيه هتنتاد 50 جنيه تلاقيك الشيخ هديه، وميت ما بيقدر يستلمها منك. بيقدر يستلمها؟ هسي انت لو مشيت لميت غسلوه كفنوه ولا خلوا لك من غير كفن تلاقي الشيخ هاك دي هديه. هاك ده البياض الباد زمان كنت بتدوق فينا مقلب، هاك ليه وسي بيقدر يشيله؟ ما بيقدر يشيله. هو كان اديته ليه انت ما بيقدر يشيله؟ يديك لكيف يعني؟ وما بيقدر يشيل. كان خطيته له في يده قلت له دخلها في جيبك القروش دي، جيبه وينه في الكفن، كفن فيه جيب ما فيه جيب، ساعه بيقلعوها جازفوها المعلمين، والموبايل بيقلعوه، عندهم بالرصيد يشيلوه، ولا طاقيته بيشيلوها، اي شيء بيشيلوه، ولو في حجاب ذاته زول دخلوه قبر بحجاب انت ورطته في الدنيا، دار تورطه هنا واصلا يتورط. لو مشى قابل بربه وتورط ورطته كبيره، تمشي تلاقي به برضه حجاب وكذا. فدي كلها مصايب يا جماعه، والله وقعونا فيها الجماعه دي وما تابوا الكلام فيهم. والله القران ده كله جاي يعالج مشاكل الناس اذا صح التعبير. ان هذا سمعت قراءه الامام، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى. خلى الناس القران ما خلى الناس. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليم. والله والزول الداعي الدار للناس الخير ودار يمرقهم من الخسران يركز على التوحيد ده.